طبعا كلنا بنسأل عن نجمنا المفضل محمد سعد، يا ترى هو فين واختفى فين وما عادش بيظهر كتير ليه؟ كل الأسئلة دي هجاوبها لكم في الفيديو ده، خليكم معايا. طبعا محمد سعد غلط كتير لما قرر شخصياته المستمرة في الليمبي وتتح، وبيحاول دايما يظهر لجمهوره بنفس النمط. طبعا الجمهور بدأ يمل لأنهم فعلا بيحبوا محمد سعد وبيحبوا تجديده المستمر طبعا في اختيار أعماله. علشان كده محمد سعد قرر ان هو لازم يغير من نمط اسلوبه مع جمهوره، وان هو يعمل حاجات جديدة ويفاجئ بيها الجمهور. وكان اخر فيلم ظهر فيه هو محمد حسين اللي كان مع مي سليم وسمير صبري، والفيلم كان نجاحه مش قوي برضو طبعا زي ما كان متوقع من محمد سعد. لكن الوقت عمل فيلم جديد وبيصور فيه، هو فيلم الدشاش.